السلام عليكم إخوان. بدون مقدمات، شوفوا هاد الناس هادو واش كيقولوا على ماتش ديال الجيش الملكي وشباب القبائل. فرجة ممتعة. هزيمة بهدف دون رد لجياسكا عقدت مأمورية شبيبة القبائل أكثر فأكثر في التأهل في دوري أبطال إفريقيا لدور ربع النهائي. فيصل بن طلعة، شبيبة القبائل تنهزم هدف دون رد وتعقد المأمورية في التأهل. كابتن، يعني شفنا في دخول كأس إفريقيا ما كانوش في المستوى شبيبة. ولو نشوف هذه المباراة اللي فاتت، مباراة شبيبة القبائل ما كانش في المستوى. تغييرات المدرب غير واضحة، اللعب ما كانش في المستوى. نظن تحمل جوزيف تيمباور المسؤولية. طبيعة الحال كابتن، إخفاء توتال. كل المسؤولية هو للمدرب كابتن. أين هي مسؤولية الإدارة؟ أين هي مسؤولية اللاعبين؟ لا كابتن، الإدارة خليها بجهة كابتن. احنا نهضروا مدرب وتشكيلة تاعو فوق أرضية الملعب. شفنا أمس تغيير دقيقة 62 ولا 61 أضعف الفريق يا صاحبي كابتن. من نهار دار التغيير تاعو ولا كرة يعني طلعوا بها فريق شبيبة القبائل. زيادة على ذلك كابتن، إنسان احنا لعبنا الكرة وعندنا شوية كيما يقولوا بوكو ديكسبيريونس. نقول كابتن، عندك ان افونسون دو بوين دو كاليتي تروح تخرجوا. زيادة على ذلك شفنا المدافع الأيسر تاع الفريق المغربي اللي كان يصعد ما ديرش اون كوفرتور كابتن. سي با نورمال يا صاحبي. انا قاعد نشوف انا في التلفزه ونقول له ما كاش كوفرتور حتى جا الهدف. يا كابتن مستحيل الشبيبه تلعب بهذه الطريقه، مستحيل كابتن. زيادة على ذلك جبت انت هذه السنه احسن لاعب، احسن مهاجم. شكون؟ مهاجم رقم 9 شباب الوزداد، عده اهداف، قناص اهداف. ما تجيبش يا صاحبي كابتن. ما كان ولا لعاب يلحق له الكره براسه، ولا لعاب كروس كسوسوا لي دو زارير لاتيرو ولا في الهجوم. وهذه مسؤوليه المدرب بطبيعه الحال. سي ان شيما كابتن، بيان سور كابتن. المدرب هو اللي يتحمل المسؤوليه. وكابتن واحد في دقيقه 61 كان واسمه المهاجم واسمه محيوس كان في المستوى. علاش تخرجوا كابتن؟ قيمه تبتا مهاجم قناص كابتن، وانت تحوس على باش تسجل باش تفوز في هذه المباراه. ما راحش تربح نقطه، ما عندك ما دير بهذيك النقطه كابتن، ما عندك ولا دير. ولكن عندما درت التغيير، هاو التغيير واش جاب لك؟ التغييرات اللي دارها المدير الفني لشبيبة القبائل عمار عمور، دخول تيكسيرا اللي انضم حديثا الى جياسكا، دخول ايضا ايكوا اللي انضم قبل حوالي 4 أيام الى شبيبة القبائل، ودخول ايضا بابكار صار. في المقابل خروج، انا نشوف رايي بطبيعه الحال افضل لاعب في التشكيله في خط وسط الميدان اللي هو ارتور بادا. تغيير غير منطقي كابتن، اللي هو الدينامو تاع وسط الميدان، اللي راهو في المستوى ويقدم مردود لا باس به. التغيير تاعو ما نظنش في صالح شبيبة القبائل.